رونالدينهو هو واحد من اللاعبين البرازيليين النوادر الذين لعبوا في كل مستوى السن الدولية من المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي للفوز أول للناشئين تحت 17 لكرة القدم في بطولة العالم 1997 الذي كان هدفها الأول من ركلة جزاء ضد النمسا في مباراة المجموعة الأول التي فازت بها البرازيل من 7-0. أنهى رونالدينيو هدفين وحصل على جائزة الكرة البرونزية مثل البرازيل، وسجل ما مجموعه 21 هدفا بينما تلقت شباكه سوى 2. وكان عام 1999 مزدحما لرونالدينيو من حيث اللعب الدولي، وشارك في 1999 بكأس العالم للشباب، وسجل هدفه الأول في مباراة البرازيل في المجموعة الأخيرة في الجولة 16، وسجل هدفين في الشوط الأول ليفوز على كرواتيا من 4-0، وانتهت ب3 أهداف حيث تم القضاء على البرازيل بواسطة منتخب أوروغواي في الدور ربع النهائي. في يوم 26 يونيو قبل 3 أيام من بدء بطولة كأس أمريكا الجنوبية عام 1999 حصل على أول مباراة للبرازيل في الفوز على لاتفيا من 3-0، وسجل هدف واحد خلال الحملة المنتصرة للبرازيل بكوبا أمريكا بعد أسبوع من اختتام بطولة كأس أمريكا الجنوبية، وكان يسمى بالتسجيل في بطولة كأس القارات 1999، والذي سجل هدفا في كل مباراة باستثناء المباراة النهائية، بما في ذلك هاتريك في مباراة ضد المملكة العربية السعودية من 8-2 بفوز البرازيل في نصف النهائي. وسجل رونالدينيو في كل مباراة لا المباراة النهائية التي خسرت البرازيل من 4-3 من المكسيك، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، وكذلك على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة بين كبار. رونالدينيو في أولمبياد بكين 2008. في عام 2000 وشارك رونالدينيو في الألعاب الأولمبية الصيفية في سيدني أستراليا مع منتخب البرازيل للشباب تحت شرطة 2-3. في وقت سابق من ذلك العام قاد رونالدينيو البرازيل للفوز قبل البطولة الأولمبية، وأحرز 9 أهداف في 7 مباريات. ولكن في دورة الألعاب الأولمبية تم القضاء على البرازيل في الدور ربع النهائي من الكاميرون الذي فاز بالميدالية الذهبية في وقت لاحق. لعب رونالدينيو 4 مرات وسجل هدف واحد فقط، والذي جاء في الدور ربع النهائي من هزيمة الكاميرون. رونالدينيو يأخذ ركنيه في كأس العالم 2006. وشارك رونالدينيو في بطولة كأس العالم الأولى في عام 2002 كجزء من وحدة هجومية هائلة مع رونالدو وريفالدو الذين كانوا أيضا على منتخب كوبا أمريكا 1999 بالفوز. ولعب في 5 مباريات وسجل هدفين. وجاء الهدف الأول في المجموعة مباراة ضد الصين التي فازت البرازيل من 4-0. وكان الهدف الثاني هدف الفوز في مباراة الدور ربع النهائي ضد انجلترا في 21 يونيو في الدقيقة 50 بتسجيل هدف هائل بركلة حره من 35 مترا على انجلترا أمام الحارس ديفيد سيمان ليمنح البرازيل بفارق من 2-1. ومع ذلك بعد 7 دقائق تم إيقافه مرة ولارتكابه خطأ على المدافع الإنجليزي داني ميلز في الدور قبل النهائي، ولكنه عاد إلى تشكيلة البرازيل انطلاق للفوز من 2-0 على ألمانيا في المباراة النهائية، وفازت البرازيل بكأس العالم للمرة الخامسة. وكان لرونالدينيو البطولة الدولية المقبلة كأس القارات 2003. ومع ذلك رونالدينيو لم يتمكن من تسجيل أي أهداف خلال البطولة والبرازيل ضعيفا، وكان قد خسر في دور المجموعات في العام التالي، وكان استبعاده من تشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا 2004، والمدرب كارلوس ألبرتو باريرا قرر منح راحة لنجومه واستخدم الفريق الاحتياطي إلى حد كبير. وكان كابتن البرازيل للقب الثاني في بطولة كأس القارات 2005، واختير لاعب في المباراة في فوز من 4-1 على غريمه الأرجنتين في المباراة النهائية يوم 29 يونيو.
وسجل رونالدينيو 3 أهداف في البطولة، وتعادل مع كواتيموك بلانكو في صدارة قائمة هداف البطولة على الإطلاق برصيد 9 أهداف في كل بطولات كأس القارات. بدأ رونالدينيو في كل 5 من البرازيل في نهائيات كأس العالم 2006 مباريات كجزء من الرباعية السحرية، الكثير من الدعاية للاعبي الهجوم جنبا إلى جنب مع أدريانو ورونالدو وكاكا. ومع ذلك أنهى رباعية مع 5 أهداف فقط في البرازيل بخيبة أمل ككل في البطولة. تحول رونالدينيو في أدائه الجماعي أسوأ في مسيرته الدولية، والذهاب بالتعادل السلبي مع مساعدة واحدة فقط، والتي كان لهدف جيلبرتو في فوز الفريق من 4-1 على اليابان المرحلة. وقال أنه تم القضاء على البرازيل من فرنسا من 1-0 في الدور ربع النهائي في البرازيل، التي كانت طلقة واحدة فقط على المرمى في المباراة بأكملها. وقد انتقد الفريق من قبل المشجعين ووسائل الإعلام البرازيلية اتباعهم العودة إلى ديارهم. يوم 3 يوليو، بعد يومين من القضاء في البرازيل، مخربون مضحي ودمرت 7.5 مترا 23 قدما من الألياف الزجاجية الشاهقة والتمثال الراتنج من رونالدينيو في تشيبكاو. نصب هذا التمثال كان في عام 2004 للاحتفال بأول احتفال للأفضل لاعب كرة قدم في العالم في 2004. وانضم في ذلك اليوم نفسه رونالدينيو وأدريانو، الذي عاد إلى برشلونة وعقد الحزب في منزله، الذي استمر حتى ساعات الصباح الباكر في ملهى ليلي. هذا إلى تفاقم مشاعر الثابت من مشجعي البرازيل العديد من الذين يعتقدون أن للخيانة من قبل قلة من الجهد من لاعبي الفريق. في 24 مارس 2007 وسجل مرتين في الفوز على تشيلي من 4-0، الذي صادف أول هدف له منذ بطولة كأس القارات 2005 بنهائي، وهكذا انتهت بالتعادل السلبي مسحة التي استمرت ما يقرب من عامين. وقال إنه لم يكن استدعاؤهم لكوبا أمريكا 2007 بعد طلب إعفائه من البطولة بسبب الإرهاق. وفي 18 أكتوبر، في مقاعد البدلاء للجدل من قبل برشلونة بعد عودته إلى إسبانيا في وقت متأخر بعد فوزه من 5-0 في مباراة ودية البرازيل على الإكوادور، احتفل هو وعدد من لاعبي البرازيل والفوز الحفلات طوال الليل في ملهى ليلي في ريو دي جانيرو الفاخرة. ترك رونالدينيو في الساعة 11 صباحا في صباح اليوم التالي، زعم في صندوق سيارة من أجل تجنب وسائل الإعلام. في 7 يوليو 2008 استدعي رونالدينيو للمنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية الصيفية مع فرقه من اللاعبين أصغر عمرا. برشلونة منعت في البداية هذه الخطوة بسبب وضعه آنذاك للالتزامات المقبلة دوري أبطال أوروبا مع النادي، ولكن في وقت لاحق تغير الوضع بانتقال رونالدينيو إلى ميلان، والذي بدوره يسمح له للقيام بالرحلة إلى بكين. رونالدينيو سجل هدفين له فوزا حاسما على نيوزيلندا من 5-0 قبل أن تتعرض البرازيل للسحق من قبل الأرجنتين في الدور قبل النهائي. وأنهى المنتخب البرازيلي مع الميدالية البرونزية بعد فوزه على بلجيكا من 3-0 في مباراة الميدالية البرونزية. على الرغم من استبعاد أنه عاد إلى شكل جيد واختياره عضوا من تشكيلة فرقة 30 التي قدمت لاتحاد كرة القدم 11 مايو 2010، لم يدع رونالدينيو في قائمة المدرب دونغا.